تمتع التداعيات ديال هذا القرار العاملي بمطالبة مشغلي النقل الحضري بالاشتغال ضدا على القوانين السائدة. نتيجة لذلك يعني انفجر الوضع. انفجرت الوضع بمدينة فاس، واحد الانفجار قوي، وسيطر إلى بغيت تدخل مجموعة من الصعاليك على مدينة فاس، يعني بحيث كان سيطرة كاملة من طرف البيطاليين ومجموعة من الصعاليك إلى غير ذلك، وتحكموا في مدينة فاس تحكما كبيرا. ماذا حدث؟ أن عميل فاس اتهم المستشارين الاتحاديين بإشعال نار الأحداث. وأنا أتذكر عندما يعني كنت يعني أنا شخصية عزيز أتذكر عند كنت جالسا في مكتب السي عبد الرحيم الفلالي إذاك، كان هو رئيس المجلس البلدي، تناول الهاتف ليتحدث مع السيد العامل، فكان من العامل أن قال له هكذا بهذه العبارة: تبارك الله عليكم الاتحاديين اللي حرقتوا مدينة فاس. يعني حملوا المسؤولية، وحمل المسؤولية لمدينة فاس. ولكن بعد أن هدأت الأوضاع قام البرلمان بتشكيل لجنة للاطلاع على الحقائق، وتبين على أن أعضاء المجلس البلدي الاتحاديين بريئون كل البراءة من الأحداث التي وقعت، والأحداث كانت نتيجة للغلاء المعيشة ولضرب جيوب المواطنين إلى غير ذلك.